يلا نعمل أطيب جوانح مقلية. خلونا نبلش. هون عندي جوانح قطعت كل واحد لقطعتين ونقعتهم بخل وملح وليمون مع قشور الليمون لمدة ساعة وغسلتهم كتير منيح. وهلا رح أعمل تتبيلة. للتتبيلة هون عندي مي ورح أعصر عليها ليمون. أما بالنسبة للبهارات فعندي معلقة صغيرة من كل نوع ما عدا الكركم، نص معلقة صغيرة، فلفلة حمراء، كاري، كركم، زنجبيل، بهار ثوم وبهار بصل وفلفل أسود. إذا في نوع بهارات أنتم بتحبوا تضيفوه فيكم تضيفوه، أو إذا في شيء ما بتحبوه كمان فيكم تلغوه، بس هي التتبيلة خرافية. وأكيد ما بننسى الملح ومنحركن كتير منيح. وهلا رح ننزل التتبيلة على الجوانح ورح نتركهم تتبيلتهم شي نص ساعة. وهون عندي كوب ونص من الطحين، نزل عليه البهارات نفسها اللي حطيتها بالتتبيلة ما عدا الفلفلة الحمراء، ورح ضيف عليهم معلقتين من النشا ومعلقة من البيكنج باودر وشوي من الفانيلا ومنحركن كتير منيح. بعد ما نقعتهم نص ساعة حطيت الزيت على النار وهلا رح فضهم بالطحين ونحركهم بالطحين، ومرة تانية رح ارجع نزلهم على المي وبعدين على الطحين. مننفض الزيادة من الطحين ومنبلش ننزلهم زيت حامي على نار متوسطة. بياخدوا تقريبا شي 10 دقايق بالقلي. وهيك الجوانح استووا. وأكيد هذا الزيت رح نقلي فيه بطاطا لأنه بتطلع خرافية. هيك أكلتنا صارت جاهزة. بالله اكتبوا لي هذا المنظر شو بده، وكمان اكتبوا لي أنتم كيف بتعملوا الجوانح المقلية. بسم الله. نجرب وحدة بالكاتشب. والله ما بدها غير. يا إلهي شوفوا لي كيف مستوية، شوفوا لي الطراوة، شوف اللحم فارد دايب ذوبان. يلا روحوا اكلوا جوانح، ما في أسهل من هيك. هي بيسة جيراننا بتضل تيجي لعندي لما أطبخ برا. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا فولو وتحطوا لايك وتكتبوا لي رأيكم.